اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك طلع وقال ان الاسكان، وزاره الاسكان جابت خطاب رسمي، بعتت خطاب رسمي واحنا استلمناه بقرار الاسكان بسحب ارض اكتوبر من النادي الزمالك نهائيا. بص بقى المفارقات اللي بتحصل. في نفس الوقت اللي طلع المستشار القانوني لنادي الزمالك على حسابه الخاص الاستاذ كمال شعيب وطلع وقال ايه؟ لا الكلام ده ما حصلش، ونفى خالص اللي قاله اللي هو حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك. قال تصريح بينفيه المستشار القانوني لنادي الزمالك. وكمان قال ايه بقى؟ بص بقى الناس اللي عايشه على كوكب المريخ مش على الارض، مش معانا الناس دي، ان اصلا ما فيش مشكله مع الاسكان خالص، ولا في مشكله دايره مع وزاره الاسكان والزمالك على ارض اكتوبر. هو انت يا عم انت مش عايش في على الارض؟ لو انت من الناس اللي قاعده او من الكائنات اللي عايشه في اي كوكب تاني قول لنا. نفس الوقت بقى كل الكلام اللي بقوله لكم ده في نفس الوقت تامر عبد الحميد لاعب الزمالك عضو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك طالع يقول ان النائب العام احال البلاغ اللي متقدم ضد نادي الزمالك لنيابه الاموال العامه لبدء التحقيق مع كل المسؤولين عن الموضوع ده في نادي الزمالك. طب احنا يا جماعه نصدق مين؟ نصدق مين؟ نصدق المدير التنفيذي ولا نصدق المستشار القانوني ولا نصدق عضو الجمعيه العموميه؟ نصدق مين؟ وكلهم من الزمالك. نصدق مين فيكم؟ مين فيكم صادق؟ مين فيكم بيقول الحقيقه؟